في امام المنتخب جدا، وبعد ذلك عرضيه داخل منطقه الجزاء، لكن كبير بالنسبه لآدم فايلت كاكثر لاعب تاريخي في المرحله المقبله، وثلاث نقاط تقربه من انجاز عام 86 الذي فك المقدمه كيفن دي بروين وايدن هازارد ويوسف النصيري الذي يبدا اساسيا. وبالمناسبه الكره بمحاوله ملعوبه، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يخرج عمليه للاعبين المنتخب البلجيكي في مباراه اليوميه مباراه. والكرة بعد ذلك هي موجودة، عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدت لله، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء رأسية بعد ذلك، لكن أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلتسل يلعب مباراة الدولية رقم 109 وبداية أحداث اللقاء أمامية ملعوبة، لكن 18 عفوا في روسيا، ويستمر أيضا بالكثير يلعب لنادي الوحدة. كرة بمحاولة لكن أيضا صافرة موجودة من حكم المباراة سيزر راموس. خط هازار يتركها الى كيفن دي بروين، محاوله ملعوبه داخل ملعوبه عن طريق تورغن هازار، راسيه وابعاد في جهه ملعب المواجهه. الله على الحضور او المتفرج في استاد لوسيل. كره بتسديده اصطدمت، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. ركنيه 0 في المباراة الأولى أمام منتخب بولندا، كأس العالم اللي فتح عيون العالم على خارج مباريات الدور الثاني بحضور حمدي. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من باتشواية، لكن كرة على ليستر سيتي، وهنالك آفيا بالخطر. أسرع يا شباب، كرة بتسديدة في أحضان حارس. نتمنى بأن يظهر المنتخب المغربي بأداء التقدم والمرور. مر سفيان لا زالت مستمرة، يسقط في أرضية الميدان. صافرة موجود مثلت المنتخب المغربي وكانت أيقونة. عادت من جديد، تسديدة تأتي من مسافة حلوة هازارد، عادت مرة أخرى، وصلت أمامه هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. حضرت بشكل جميل جدا في مباراة كرواتيا وأعلنت ملعوبة داخل منطقة الجزاء. مرت طالت خلال مباراة اليوم وفي أحداث هذا اللقاء. كرة أمام الحكم الدولي المكسيكي، أمامية أعتقد فيها راية. نعم لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة تأتي والتسديدة إلى خارج أرضية الميدان، إذا هذا الخطأ يا بوفال. عندهم مشاكل الآن. الهربة والانسلال يا حكم دي برويني، حذري من دي برويني. يلعبها داخل منطقة الجزاء منير لأشرف حكيمي، كان قريبا فيها من الانطلاقة والمرور. الرابط يبحث عن التقدم. صافرة موجودة على شوي في هذا اللقاء. كرة في الجهة اليسرى مغربية. 16 مباراة دولية لنور الدين ديفيد. محاولة تأتي ملعوبة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت لمصلحة المنتخب المغربي. المغرب انتصارا على حساب المنتخب البلجيكي. أمامية واللاعب الذي فاز مع المغرب ببطولة كأس رزياش. مرر يا زياش حاول لمصلحة المنتخب المغربي. ملعوبة جول حكيم اتخذ قراره، الحكم اتخذ قراره، منافسات بطولة كأس العالم وفي هذه وتداخله مع حارس المرمى. وجود التسلل، كرة بمحاولة ملعوبة، لكن برافو وصلت إلى حكم زياش يسدد، لكن في أحضان حارس المرمى تيبو كورتوا. مباراتي والتي انتهت بمصلحة العنابي برباعية كندا التي ستواجه بعد نهاية هذا إلى المنتخب المغربي. الآن محاولة تقدم، مر بشكل مثالي جدا وسدد. الله على منير، قمر ينير على أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني. وأمام أشرف حكيمي، كرة بمحاولة رأسية لكن بعيد عن طريق تورغن هازار، لكن بعد ذلك البرتغال وانضمت إليه السعودية. كرة بمحاولة المنتخب البلجيكي خطيرة في الجهة اليمنى، عرضية. الله يبحث عن التقدم لاعب ليستر سيتي، وحينما المنتخب المغربي لا زال ينتظر إجراء أول قائمة لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة من هذا المكان بعيدة وضعيفة من نصير مزراوي. مرة ولا خطيرة داخل منطقة الجزاء، لا زالت متصلة إلى الصيري لا كيمي إلى كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا تعود من جديد
اماميه ملعوبه لكن ايضا مره اخرى المغربي مرور بالشكل المثالي، عرضيه في للمنتخب الفرنسي. كره بمحاوله ابعاد في الدور الى البديل تيليمانس، ميرتنز يسدد. الله 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 يا محمدي، الله. لا زالت مستمره، باتشواييه يسدد لا زالت مستمره وقائمه تسديده لكن بعيده ماضيه، ويستمر ايضا في هذه النسخه. يستعد الان كره بمحاوله ملعوبه لكن ايضا كره بمحاوله مغربيه ملعوبه مباشره، جول جول جول. هذه المره اسود الاطلس تزهر. دي بروين اماميه داخل منطقه الجزاء عن التقدم والمرور لكن ايضا يا سلام يا سلام يا سلام. الملعب استنفذت المغرب كل تبديلاتها الخمسه المتاحه من خلال اللاعبين في ارضيه الملعب. ينتظر دخول من احداث في هذه المواجهه. كره ارضيه اصطدمت تحت، كره ملعوبه داخل المنطقه راسيه مرت مصلحه المنتخب المغربي. ابعاد الكره والمحاوله من اجل الثاني، مغربيه من اجل الثاني، مغربيه داخل منطقه الجزاء، خطيره جدا خطيره جدا. لا 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 لا, لا. للتاريخ للتاريخ للتاريخ.